مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج أوراق سياسية. ضيفنا اليوم مشاهدينا الكرام إسلامي معتدل، صاحب مبدأ وموقف وطني وحريص على مصلحة الكويت وعلى الدستور، يطالب بالاهتمام بالقضايا التنموية وإلى تشريع القوانين المتعلقة بها. هو الناطق باسم الكتلة الإسلامية المستقلة والتي تكونت في العام 2008، معارضا لقانون ضمان الودائع البنكية وضد قانون الخصخصة. ضيفنا اليوم مشاهدينا الكرام هو النائب السابق جابر سعد المحيلبي. حياك الله أبو سعد. حياك الله أبو محمد. السلام عليكم. الله يسلمك أبو سعد. بداية يعني دائما نعطي نبذة مختصرة لضيوفنا الأكارم لمشاهدينا الكرام، إذا في مجال تعطينا نبذة مختصرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف عباد الله المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية مسي عليك بالخير أخوي محمد وعلى أخواننا المشاهدين، والأمانة سعيد تواجدي معك في هذا البرنامج. الله يسلمك. أظن الحلقة الثانية هذا الجزء الثاني. نعم. ونحن أسعد أبو سعد من خلال قناة شاهد. بالنسبة للسيرة الذاتية بالنسبة لي يعني أنا خريج كلية الشريعة، أصول فقه جامعة الكويت. طبعا كنت عضو برلمان في مجلس 2006 و2008. نعم. من المواقف اللي مرت علي أنه حاولت أو قدرت أجمع فضل الله سبحانه وتعالى بين الأسرة وبين الانتخابات وبين يعني الدراسة وبين أمور كثيرة كنت أعاني منها ذيك الوقت. نعم. الوظيفة. فتقدر تقول يعني هذه أهم المواقف اللي مرت بالنسبة لي في حياتي الماضية. نعم. طيب أبو سعد، يعني أنت كنت نائب في 2006 و2008، ويعني بعد 2008 يمكن لحد الآن نوعا ما لحد الآن ما دخلت العضوية. شو اللي فرق بينك لما كنت نائب وبين لما يعني خرجت من البرلمان؟ هل فعلا الأمور تختلف بالنسبة لحياتك الشخصية؟ ما في شك أنها تختلف أخوي محمد للأمانة. طبعا لما يكون الشخص خارج البرلمان راح يكون مراقب السياسي للبرلمان، راح تتضح له الرؤية سواء من طرح إخوان النواب أو سواء من طرح الحكومة وبرنامج الحكومة، من جدية الحكومة في اتخاذ القرار، من جدية بعض النواب في يعني إصلاح القوانين وغيرها. ولا ما في شك طبعا الإنسان لما يكون خارج العضوية أكيد أنه طبعا يعني تفرغ الأسرة، تفرغ للأشغال الخاصة. نعم. نعم. طيب أبو سعد، مجلس 2006 2008 ما لاحظت موضوع دائما يتداول في الصحف المحلية بأن هناك دائما ما يكون الصراع حول كرسي رئاسة مجلس الأمة؟ الآن نحن في 2012 وقاعد نشوف يعني الآن حتى كثير من صحفنا المحلية بعض المراقبين يقول لا زال الصراع محتدم، رغم طبعا إعلان طبعا اعتزال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لانتخابات القادمة، لكن لا زال هناك صراع مرير حول الصراع على كرسي الرئاسة. هل فعلا 2006 2008 كنتم تلاحظون هذا الصراع؟ أنت أبو محمد تقصد عن الصراع على كرسي رئاسة المجلس ولا مجلس الأمة؟ نعم. نعم. لا شوف أخي، طبعا الصراع هذا موجود لكل شخصية أو كل شخص يحاول أن يكون طبعا هو الأقدر والأفضل في قيادة مجلس الأمة. هذا أمر ما نختلف عليه، لكن اللي نختلف عليه وبمعنى الصح أنا ودي أوصل رسالة للشعب الكويتي من خلال هذا البرنامج. بس تسمح لي في مقدمة بسيطة يا أبو محمد شوية. أنا بالنسبة لي إني قاعد أشوف إنه من خلال هذا البرنامج أوجه رسالة لأبناء الشعب الكويتي. أنا أشوف أن أبناء الشعب الكويتي أو الناس بالنسبة لي أقسام أو 3 أقسام. قسم ممكن راح يأيد الكلام اللي أقوله أو يتبنى الطرح اللي أنا أتبناه كجابر محيلبي. قسم آخر طبعا هو ضد هذا التوجه وضد تبني أو منهج جابر محيلبي اللي راح أطرح إن شاء الله خلال هذه الحلقة. أنا اللي يهمني الحين أو إني أحاول إني أوصل رسالة من خلال هذا البرنامج هو القسم الثالث أو العينة الثالثة اللي تبحث عن الحقيقة وين ما كانت، تبحث عن الحق وين ما وجد، وبالتالي إن رأيت هذا الحق مع جابر أو مع غير جابر راح تتبعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق ضالة المؤمن أينما وجده اتبعه. فعشان كذي أبي أقول لك أخوي أبو محمد إني سلفي العقيدة سلفي المنهج. أنا كجابر عندي منهج سلفي، طريقة إصلاحية أتبناها أو أتبع هذا الطريق، واللي يعتقد أنه هذا الطريق هو الطريق الأصح والأسلم في محاولة إصلاح الخلل، سواء كان في الوزارة أو في السلطة أو حتى في تعثر القوانين الموجودة أو في تعثر المشاريع التنموية. هذا المنهج هو اللي راح أطرح اليوم للإخوان الناخبين أو اللي راح أتبناه من باب عقيدة ومنهج سلفي. أما أني أصل من خلال هذا المنهج إلى مجلس الأمة
مثل ما قلت لك بالطريقة اللي نمشي عليها واعتقد فيها واتبناها، ولا عساي ما وصلت إلى مجلس أمة أقدر أتبنى مناهج أخرى ممكن ما تروح لها مساحة، أو بمعنى صح طرق أخرى قد تكون هي السائدة في الفترة الحالية، أو بمعنى صح الضغط عليها أو اتجاه يمها. لكن أعتقد أني لو اليوم يعني غيرت قناعتي أو خدعت نوعا ما، بسمح بالكلمة هذه، الناخبين، ممكن في يوم من الأيام أقدر أخدع ربي اللي خلقني في الشيء هذا. فبالتالي أرد وأقول رسالة قبل لا أبدأ بموضوعك وأرد على سؤالك، أن عندي قناعة أن القضايا الشرعية أو يقين أو مبدأ أن القضايا الشرعية والأمور اللي فيها شرع الله سبحانه وتعالى تبع سنة النبي مقدمة على الدستور مهما كان. دستور يعني قانون وضعي وضع البشر، والناس اللي ضعوا الشيبان اللي قبل ضعوا خلال فترة 5 سنوات كانوا متوقعين التعديل فيه في أي لحظة كانت. وأنا أقول لك الدستور ما هو قرآن منزل ولا هو معصوب ولا هو صالح لكل زمن. العصمة موجودة في شنو؟ في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه، وصالح لكل زمان وكل مكان. فبالتالي إذا وجدت أرضية صالحة من مجلس أمة برلمان صادق وجيد وإصلاحي صحيح يستطيع أن يعدل الدستور أو بعض المواد الدستورية فيها ويصلحها، فأنا معه يعني وأدعم هذا الاتجاه. نعم. طيب لم تجيب لي حتى الآن عن موضوع صراع الرئاسة. راح أقول لك الصراع مو بس في صراع رئاسة المجلس، هذا أمر قلت لك انتهينا منه. نعم. موجود يعني الصراع كان صراع، قلت لك كل شخص يرى أنه هو الأصلح والأقدر في قيادة نعم. المجلس. أقصد لاحظتوه في المجلس 2006 2008 كان موجود. ملاحظ. موجود الصراع موجود في مر تاريخ البرلمانات سواء كان برلمان الكويت ولا برا، ما حد يقرر في شيء هذا. لكن قلت لك يختلف الصراع من شخص لشخص، شخص مريد إصلاح وتنمية وشخص مريد يعني قضايا شخصية خاصة، يختلف الأشخاص منهم. اللي يبي أوصل له اللي أقول لك إن الفترة الحالية اللي إحنا قاعد نعيشها اليوم، هذا الاحتقان اللي قاعد يصير ونعاني منه، الاحتقان السياسي والتوتر الحاصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعثر القوانين اللي قاعد نلاحظها مع الأسف في خلال السنوات الماضية هذه بالفترة الحالية، يعني تعثر المشاريع التنموية مثل ما قلت لك من صحة وتعليم إسكان زحمة مرور، أمور كثيرة المواطن قاعد يعاني منها ويشد في حلها. أبو محمد كل هالقوانين هذه وكل هالتعثر اللي قاعد يصير والاحتقان الموجود راح يستمر مع الأسف في نظرتي الخاصة، هذه وجهة نظري. ما دام أنه هناك في صراع أقطاب، صراع شيوخ، صراع قوى سياسية أو تيارات، سمها بأي مسمى تبيها، هذا الصراع للوصول على كرسي رئاسة مجلس الوزراء. هذه نظرتي أنا. مجلس الوزراء، صراع على مجلس الوزراء، على الرئاسة. الفترة الحالية اللي موجودة صراع على رئاسة مجلس الوزراء. في السابق كنا نسمع ما في صراع على رئاسة مجلس الأمة. في صراع موجود لكن ما يأثر. لكن لا، ما راح يأثر. التأثير أو الاتجاه الحاصل حاليا، التأثير اللي قاعد نعاني منه بالذات اليوم في الكويت، أنه الصراع صار باتجاه رئاسة الحكومة. قلت لك قبل كان نسمع ونشوف بمعنى صح ونشاهد ونعرف أن فيه صراع شيوخ، عيال الأسرة كانوا يتصارعون على كرسي رئاسة مجلس الوزراء. اليوم اللي قاعد أشوفه وهذه أمانة واعتبرها مني كصراحة وصراحة رجل أقولها للأمانة من باب إحقاق الحق، اللي أشوفه أنه الصراع صار على رئاسة مجلس الوزراء سواء كان من شيوخ أو أقطاب أو متنفذين قلت لك أو قوة سياسية مهما تغيرت مسمياتها. وهذا اللي يصير معانا راح يستمر ما دام الصراع موجود. طيب يعني أبو سعد أنا راح نفتح هذا الموضوع، لكن قبل لا أدخل على موضوع أنا راح نتكلم عن موضوع العلاقة بين السلطتين والصراع. لكن ذكرت لي قبل قليل بأن منهجك سلفي وعقيدة سلفية ولن أخالف هذا المنهج. كثير ممن يعني يتبنى المنهج السلفي، بعض النواب شفنا يعني خالف هذا المنهج، والدليل الخلاف اللي حصل حول موضوع الاعتصامات والمظاهرات. بعض السلفيين نزلوا في الاعتصامات وصار هناك يعني شفنا لغط كبير بين السلفيين أنفسهم وانقسام واتهامات متبادلة حول جواز المظاهرات وجواز الاعتصامات. شنو وجهة نظرك في هذا الجانب أبو سعد؟ وأنت يمكن أكيد شاهدت الوضع اللي حصل بالذات الخلاف بين السلفيين حول موضوع الاعتصامات والمظاهرات. شوفوا أخوي أبو محمد، خلنا من مسميات الأشخاص، هذا الأمر طبعا اتركه عني وبعد عني. أنا ما أدخل في مسميات الأشخاص،